السلام عليكم. اليوم يا لاله جبت لكم السفه المدفونه بطريقه اللي هي سهله وبسيطه، والاهم انها ناجحه وديال تحمرة الوجه. ان شاء الله تنجح معكم من اول تجربه، فقط كملوا الفيديو حتى الاخر وما تنسونيش من لي لايك. فعلى بركه الله هنا في واحد الطنجره ديال الضغط غادي نوضع هنايا واحد الكميه ديال الدجاج، كتبقى على حسب افراد العائله والكميه اللي بغيتو. غادي نضيفوا عليها واحد الحبه كبيره ديال البصله اللي مقطعه رقيقه، وغادي نضيفوها عليها، وغادي نضيف هنايا واحد جوج فصوص ديال الثوم اللي بشرتهم، وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال لا موطارد، يمكن لكم تعوضوها بالسمن او لا تستغناو عليها. وغادي نضيف هنايا واحد المعلقه كبيره ما بين قزبور ومعدنوس مقطعين رقاق. عندي واحد المعلقه ونص صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال البزار ومعلقه ونص ديال سكينجبير. وكذلك غادي نضيفو هنايا الزيت اللي مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وغادي نضيفو الملحه، نحركو مزيان مزيان، وغادي نضيفو واحد نصف كاس ديال الماء، ونردو هذا الدجاج من فوق البوطه يتقلى لينا باش تدبل لينا داك البصله. ضروري هذه المرحله هذه هي اللي كتعطي البنه للدجاج. صافي من بعد ما كتقلى لينا البصله غادي نمرقو هنايا بالماء اللي كيكون طايب، ونسدو الطنجره ديالنا ونخليوها طيب على نار اللي كتكون مهيله حتى يطيب لينا الدجاج ديالنا. غناخدو هنايا السفه نوضعوها في واحد الصحن اولا في شي قصريه كيف ما كتشوفوا، السفه اللي خاصه الشعريه عفوا اللي خاصه بالتفوار ديال السفه. صافي غناخدوها هنا عندي نصف كيلو، وغادي ناخذوا واحد الكميه ديال ربع كاس ديال الزيت النباتيه. نحاولوا اننا ندخلوا في داك الزيت مزيان مزيان. مباشره كنوضعوها في واحد الكسكاس، وغادي نوضعوا واحد الكميه لا باس بها من الماء في البرمه، لان هذا الماء هو اللي غادي نحتاجوه في كاع المراحل. وغادي نردوها تفور لمده 20 دقيقه بالضبط. ملي كتمر 20 دقيقه غادي ناخذوا داك الماء اللي كيكون طايب، يعني اللي تفورات فيه، غادي نكبوهم فوق منها مباشره كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. مباشره كنحيدوه منها، كنستقطروه وكنفرغوها في واحد الصحن اولا في شي قصريه بهذا الشكل هذا. نحاولوا اننا نحلوها بواحد المعلقه اولا بشي شوكه ولا باليدين ديالكم، لانها كتكون سخونه صراحه. صافي غادي نحاولوا نحلوها مزيان مزيان على من ما تشرب غير واحد شويه، وغادي نردوها للكسكاس باش تفور للمره الثانيه. دائما ملي كنجيو نوضعوها في الكسكاس ما نضغطوش عليها، نخليوها يعني كل حبه ما بين حبه مفرقه باش هكا ما تعجنش لينا. صافي غادي نردوها داك الماء غادي نردوه للبرمه كيف ما كتشوفوا، وغادي نردو السفه ديالنا تفور المده الثانيه لمده 20 دقيقه حتى هي. صافي هنا الدجاج ديالنا من بعد ما طاب غادي نضيفوا له واحد المعلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم تعوضوها بسكر كلاصي، وغادي نضيفوا واحد المعلقه ديال القرفه، وغادي نردوها حتى تقلى لينا داك المرقه مزيان وتختار لينا. وعاد غادي نحيدو داك الدجاج ونفردوه. صافي هنايا من بعد ما تفورات مده 20 دقيقه غادي ناخذوا نفس الطريقه، غناخذوا نوضعوها في واحد البانيو ونكبوا عليها داك الماء اللي تفورات به. صافي مباشره كنحيدوها وكنوضعوها في واحد الصحن. نحاولوا اننا نحلوها بشي شوكه اولا باليدين ديالنا. صافي نحلوها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. في هذه المرحله هذه غادي ناخذ نصف كاس ديال الماء من داك الماء اللي كيكون طايب، لانه كيكون فيه الزيت هو اللي ناخذوه منه. صافي وغادي نضيف عليه واحد نصف معلقه ديال الملحه. نحاولوا اننا ندوزو عليها ونخلطوها مزيان مزيان باش داك الملحه ما تبقاش بلاصه وحده وانما تفرق على الشعريه كامله. وغادي ناخذ هنايا واحد نصف كاس ديال العنب المجفف اولا الزبيب اللي كان عندي منقوع في الماء، يعني مرقد في الماء من قبل واحد نصف ساعه. صافي غادي نحركو مزيان مزيان، وغادي نردوها تفور للاخر مره، والمره الثالثه هي الاخر مره. صافي غادي نردوها تفور لمده هي 20 دقيقه تطيب لينا مزيان. صافي هنايا غادي نردوها تفور مباشره من بعد ما كدوز 20 دقيقه. صافي هذه المرحله هذه ما غنكبوا عليها لا ما لا حتى شي حاجه. غادي نضيفوا عليها واحد المعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نحركو مزيان مزيان حتى تذوب لينا داك الزبده والسكر في وسط داك السفه. وغادي نمروا باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديال السفه ديالنا. فقط جربوا البنات هاد الطريقه والله القسم كيف ما كتشوفوا يعني كتجي حبه على اختها، ما كتجيش معجنه بصفه نهائيه. طريقه اللي هي ناجحه ومضبوطه وان شاء الله تنجح معكم من اول تجربه. صافي كنوضعوا الطبقه الاولى ديال السفه والطبقه الثانيه ديال الدغميره. داك الدجاج كما قلت لكم راني فردتو بهذا الشكل هذا. غنوضعوا الطبقه الثالثه والطبقه الرابعه ديال السفه بهذه الطريقه هذه. مباشره صافي غادي نزينوها. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ولا حسب المتوفر. مي السكر كلاصي والقرفه ضروري منه، هذا هو باش معروفه السفه بالسكر كلاصي والقرفه. صافي كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبه ولا حسب الذوق، وديروا داكشي اللي توفر عندكم وداكشي اللي كتفضلوه. فكنتمنى السفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك والبارطاج لهذا الفيديو فضلا وليس امرا. وكذلك ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وشوفوا معايا السفه ديالي كيفاش كيجيو الطبقات ديالها، كتجي حبه على اختها ما معجنه ما حتى شي حاجه. والله القسم البنات لهاد الطريقه ناجحه
فقط جربوها وردوا عليا، واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وبسلام عليكم.